إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واجعلنا ممن يجتاز الصراط معه إلى الجنة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. أيها المسلمون عباد الله، أردت في هذه الخطبة أن ألفت أنظاركم إلى حادثتين حدثتا في المستشفى، عسى أن ينفعنا الله عز وجل بهما. فالحادثة الأولى: امرأة يئست من الحياة بعدما أخبرها الطبيب بأن لا هناك علاج لها إلا الموت. أولاً، ما سبب مرض هذه المرأة أو من زاد في مرضها؟ الذي زاد في مرضها ابن لها بعدما مات زوجها. هذه المرأة ربما أرادت أن تسير هذا البيت، ولكن غلب عليها هذا الولد العاق، فرهن جزءا من البيت الذي كانت تقتات منه هذه المرأة بعد موت زوجها، وأخذ هذا المال وخرج من البيت. هذا نصيبي، فعلا نصيبك شرعا، ولكن هذه الأم لا بد أن تجعل لها نصيبا شهريا، فإن لم يكن لك هذا النصيب فاترك لها هذا الكراء تقتات من هذه الأم. لا بد. فازداد مرضها إلى أن وصل إلى العجز عن الشفاء، ومع ذلك وهي تعلم لم يبقى لها من هذه الدنيا إلا أياما معدودات، أرسلت إلى هذا الابن. لماذا أرسلت إليه؟ لتسامحه فقط، لأنها تعلم لو أن هذا الولد حل به سخطها سيظل هذا السخط من ورائه إلى يوم القيامة.
فأرسلت ابنتها تقول لها: نادي على فلان، على أخيك، لكي أسامحه، لا أريد منه شيء، ظلمني وفعل كذا، ومع ذلك أنا أسامحه. أتدرون ماذا قال هذا العاق؟ قال لها: الكل يمرض والكل يموت. بعد صلاة المغرب فاضت روحها وماتت هذه المرأة، ومع ذلك قبل موتها أوصت بنتها بشيء قالت لها: ومع هذا فأنا أريد أن أسامحه وأنا ميتة، إذا ما مت لا بد أن تنادى على هذا الابن وأنا ميتة، ربما غفر الله له وسمحته وأنا ميتة. لما عادت إلى البيت جنازة نادت هذه البنت على أخيها، قالت له: تعال يا أخي تسامح مع أمك. فقال لها: أمي ماتت وانتهى أمرها. أين نحن؟ والله بعض الأحيان لا أدري أين نحن. هل نحن من أهل الإسلام أم من أين نحن؟ والحالة الثانية، كنت أنظر في بعض وجوه المرضى، فهذا المريض يبكي، بعضهم يبكي إذا ما جاءه بعض الأقارب، وإن لم يبكي بدموع بكى بقلبه. لماذا يبكي؟ ليس لأنه مريض، لأنه سينام ليلة أو ليلتين أو ثلاث وحيدا في المستشفى ملقا على ظهره، بل يطلب من يؤنسه تلك الليالي وهو نائم على ذلك الفراش. يبكي لأنه سيصبح وحيدا وينادي على أقربائه ليستأنس به تلك الليلة. فقلت في نفسي: إذا كان هذا الإنسان يبكي لفراق أهله بعض الليالي، فكيف به إذا فارق الأهل والأحباب باقي الأيام إلى قيام الساعة؟ يفكر في ليلتين أو ثلاث، ولكن لا يفكر حينما يكون وحيدا في قبره. ماذا يحدث؟ بل منهم من يترك الصلاة ويبكي لفراق يوم أو يومين. لو تذكر هذا المريض أو الصحيح الموت، تذكر تلك الليلة سيدخل في قبره، لما فعل هذا. فأنجع الأمور هي دائما أن تكون مسلحا بذكر الموت. إنسان لا دار تبقى ذكر الموت معلقاله في القلب ديالو، عمره ما ينحرف أبدا. النظر إلى الميت، تشييع الجنازة، زيارة القبور، كل هذه الأمور تجعلك لا تيأس من الموت، إنما من الدنيا، لأنك بذكر الموت ماذا؟ تعظ نفسك. إذا رأيت مريضا اتعظت، ضع أنت مكانه، كنت مكانه. إذا رأيت جنازة كن مكانها. إذا رأيت أحدا يقبر في القبر كن مكانه، كن مكان ذلك الميت. عسى أن تتعظ، ولكن نحن لا نضع. إنسان ما تضعش المكان ديالو أمام ذلك المقبور، أو الإنسان إذا كان يغسل. لماذا؟ لأننا نفر من الموت. أي حاجة في الدنيا ما تقدرش تهرب منها، أي حاجة. كما الفتن لا تستطيع أن تفر منها، لأنها واقعة بك لا محالة.
ولكن من أي شيء يفر هذا الإنسان؟ يفر من الموت. انظروا إلى ذلك المعتوه الأحمق، يخاف من ماذا؟ من الموت. الحيوان يخاف من شيء واحد، الموت. شيء واحد يخاف منه هذا الإنسان، يفر منه، وهو الموت. فلذلك يقول الله عز وجل لك: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لا بد من هذا الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الموت الذي تفر منه فهو ملاقيك. لا تنسى اللقاء أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الساهي، أيها الناس، تذكر الموت، تذكر الألم، تذكر المرض، عسى أن تستقيم وتعلم أنك ملاقي الله عز وجل. في جزء من حديث طويل لابن عمر روى الإمام مالك رحمه الله، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأي المؤمنين أكيس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا، أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس. والكيس هنا هو العاقل، لأن الإنسان شحال من واحد تيقول لك أنا تنفهم وعاقل وتنعرف وكذا وكذا، ولكن ليس عاقلا. هذاك الشيء باش قال النبي الكيس. شكون اللي عاقل؟ عاقل الإنسان شو دابا غير الغرب تيخطط من هنا 30 عام أو 40 عام كي غادي يكون. حنا فاش تنخططوا؟ ماشي البعض الناس فاش تيخطط في غدا وبتغدا والسيمانه الجايه، ما تيخططش ما بعد الموت. من واحد 10 سنين ولا 15 عام كي غادي يكون مع الله عز وجل، هل سيتصالح مع الله عز وجل؟ قال أحد الصالحين: شيئان قطع لي لذة الدنيا، ذكر الموت والموقف بين يدي الله عز وجل. هذا أحد الصالحين قال: بجوج حوايج ما بقيتش تنقد حتى الماكله، لا كليتها ما تطلعش عليا الماكله. ذكر الموت، إذا شاف جنازة مرة، إذا ذكر الموت لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب. وكذلك يوم اللقاء بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يرى أن الموت مدركه، وأن القبر بيته فعلا، وأن التراب فراشه، ويرى أن الدود أنيسه. هذه حياة هذا الإنسان في قبره، لا أنيس ولا حبيب ولا أي شيء. كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك أيتها الأخت؟ سنمر والله مشهدا مشهدا، والمشهد أفظع من المشهد الذي يليه. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يمكن لك أن تتذكر الموت بزيارة القبور. لماذا زيارة القبور؟ ليس للبكاء على أهلها، فالأرواح في عالم البرزخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. زيارة القبور أصبحت الآن جاه. بعد 3 أيام بعد
يعني قبر هذا الميت تتوجه النساء. لا التفرقة قال كيف يفرقوا. لماذا؟ أنتم تعلمون لماذا؟ إذا مر الإنسان على قبر وضع نفسه فيه كأنك أنت وتذكر أن الله أحياك ورجعت إلى هذه الدنيا، ماذا كنت فاعلا؟ تذكر أنت ذلك الميت وطلبت من الله الرجوع فأرجعك الله إلى الدنيا، ماذا كنت فاعلا؟ ماذا؟ هل ستلقي بهذه الزيارة وراء ظهرك؟ إذا تشبع قلبك بحب الله وبالاستعداد ليوم الأخير خرجت الدنيا من قلبك وأصبحت بين يديك رزقا أكرمك الله عز وجل به. رزق إذا ما جعلته في قلبك ضاعت كل هذه الأمور التي تريد الوصول إليها لرضا الله عز وجل. وإذا جعلت هذه الدنيا في قلبك طلبت منك هذه الدنيا أن تتسخط، أن تطلب سخط الله، وما استطعت الانفكاك عن هذه الدنيا وإن كانت يسيرة. راه كاين اللي عنده من الأموال لا تحصى ولكن ما معمرش بها قلبه، كاين اللي عنده القليل ومعمر به القلب دياله. تذكر يوما ستعود فيه إلى ربك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس يحفرون قبرا، فهرع إلى ذلك القبر وسقط على ركبتيه، وفي رواية جثى على ركبتيه وبكى بكاء شديدا حتى أبكى من كانوا حوله. فقال لهم: لمثل هذا اليوم أعدوا، لمثل هذا اليوم أعدوا. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم، فعلا كأنه قال لهم: ابكوا. البكاء ينفع. لماذا؟ لهذا اليوم، قبل أن تبكي ولا تجد دموعا. أفضل أن تبكي ولك دموع أو أن تبكي في قبرك ولا دموع لك. ابكوا على ذنوبكم التي رانت على القلوب وغشت القلوب قبل أن يسكن النسيان. أيها الأخوة والأخوات، أن يسكن النسيان هذه القلوب. هذه الذنوب تجعلك تطلب الخلود وتنسى الآخرة. ما هي هذه الذنوب التي علقت بنا؟ هي سبب كل ما حل بنا. والله الله ما ظلم أحدا منا، كل ما حدث لك فبسبب ذنوبك، لأن الذنوب تدوب الصبر، الذنوب تبعدك عن الإنفاق، الذنوب تجعلك لا تذكر الموت، تجعلك لا تفكر في يوم اللقاء. الذنوب وما أدراكم ما الذنوب هي سبب كل ما يحدث لنا. يا ربي يا ربي آذتني ذنوبي، يا ربي آذتني ذنوبي ما لها من غافر إلا إياك. لو أن قلبي شك ليكون مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا ربي غرتني الدنيا، يا ربي غرتني الدنيا وغرني عفوك، ما حيلتي في هذه وذاك. يا ربي كنت أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناك، فاليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا ربي
جئتك اليوم وقد نسيت حبي ونسيت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب تائب ناجاك. أترد صادقة توبتي؟ حاشاك أن ترد تائبا، حاشاك. جئتك يا رب نادما أبكي، جئتك نادما أبكي على ما قدمت يداي، على ما قدمت يداي. لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب، أخشاك إذ ألقاك. يا ربي عدت اليوم إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، أدعوك لتغفر لي حوبتي، أدعوك لتغفر لي حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. فاليوم اقبل دعائي يا ربي، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب من دعا ورجاك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم لا تأخذنا بذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض الأكبر، اللهم لا تفضحنا يوم العرض الأكبر، اللهم لا تفضحنا يوم العرض الأكبر. اشف مرضانا، ارحم موتانا والدينا، فك ديوننا أنت القادر. اللهم انصر المجاهدين في بلاد المسلمين وثبتهم ومكنهم. اللهم فرج عن المسجونين. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت لنا، ووفق رؤساءنا على رأسهم ملك البلاد محمد السادس، وإيانا لأداء الحق فيما أعطيتنا، وقر عينه بابنه الحسن. اللهم اصرف عنا شح نفوسنا واهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.